اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن التأمل، واحد من احلى واهم واجمل الطرق في تفريغ المشاعر السلبية والكبت وحتى الضغوطات، بس الضغوطات المعقولة مش كلها طبعا، ومش كل الضغوطات. يعني ما بقاش مستمرة في الضغوطات ومستمرة في التأمل، محتاجة اوقف ضغوطات، استمر في التأمل، فبالتالي ابتدي ان انا اسيطر على كل ما هو حواليا وما يبقاش فيه ضغوطات تاني. طبعا لو كانت البيئة مناسبة وتسمح. لكن انا مش هتكلم النهاردة عن الضغوطات خالص، انا عاوزة اتكلم عن كل ما هو له علاقة بالتأمل. تقريبا 7 اسئلة هنجاوب عليهم. اول سؤال، ايه هو التأمل؟ تاني سؤال، هل التأمل حرام ولا لأ؟ تالت سؤال، انواع التأمل. رابع سؤال، كيفية التأمل. خامس سؤال، مساوئ التأمل. سادس سؤال، ما بعد التأمل. يلا ندخل في الموضوع على طول علشان ما اطولش عليكم. اول سؤال هنجاوب عليه، ايه هو التأمل؟ التأمل هو التركيز على اللحظة اللي احنا عايشينها في الوقت الحالي، والتركيز على كل شهيق وزفير. التأمل هو كل ما هو اتصال بالله او تعلق بالله. طبعا بس مع الوقت او مع التايمينج الموضوع ده بيزيد. التأمل اصلا هو وقت التفكر، وقت النظر بطريقة سليمة، وقت التفكير بوعي. كل ده اللي ربنا اتكلم عليه في القرآن، أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، أفلا يعقلون. وقت التأمل بيركز على كل اللحظات دي، وبيركز على العقل، وبيركز كمان على التفكر والنظر وكل ما له علاقة بالعقل. تاني سؤال، هل التأمل حرام؟ خالص، بالعكس، ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم عمله، وما كانش سيدنا إبراهيم برضو عمله لما كان بيتفكر في ملكوت السماوات والأرض. ولولا التأمل سيدنا إبراهيم ما كانش ذكر في أعظم كتاب في الوجود كله وهو القرآن الكريم. ثالث سؤال، ايه هي أنواع التأمل؟ التأمل له كتير جدا من الأنواع، زي مثلا التأمل الموجه والتأمل اللي هو التركيز الذهني. ولكن سيبكم من كل الأنواع دي، التأمل ملوش أي أنواع محددة نعملها. ممكن يكون في فعلا في التأمل أنواع أكتر كمان من اللي احنا ممكن نعمل عليها سيرش على جوجل، ولكن في نوعين جذبوا انتباهي حابة اشرحهم، مع نقطة كمان او بوينت معينة حابة اقولها في اخر الفقرة بتاعت السؤال ده. التأمل الموجه. التأمل الموجه ده تقريبا التأمل بتاع سيدنا إبراهيم، لأنه وجه كل الحواس بتاعته ومن ضمنهم العقل للتركيز على من هو خالق هذا الكون. وكذلك نوري إبراهيم، فاستخدم الرؤية، حاسة السمع، حاسة العقل. طبعا هي مش حاسة العقل عموما، بس استخدم العقل بمنطقه العقلاني، فبالتالي عرف مين هو خالق الملكوت ده كله. وطبعا عرف لأنه الوحيد اللي استخدم الحواس دي كلها او التأمل الموجه في معرفة من هو خالق الكون، لانه هو الوحيد اللي كان اكتشف الاله وقتها، وكان بيحث القوم بتوعه واهله على عدم عبادة الاصنام وبالتالي عبادة الله. اما التأمل التاني اسمه التأمل الذهني المركز على قبول الواقع. التركيز على الواقع فهو نوعين، يا إما أركز على الواقع بالتأمل، الواقع الإيجابي، فبجذب لكل ما هو إيجابي. أما التركيز على الواقع السلبي بجذب برضو كل ما هو واقع سلبي. ربنا قال فما ظنكم برب العالمين، ما قالش فما ظنكم الإيجابي برب العالمين. الظن هنا يندرج تحته الاثنين، الظن الإيجابي والظن السلبي. أما قبول الواقع ده معناته ان انا ابقى مستمر في التأمل اثناء ما الواقع بتاعي في نوع من انواع عدم السيطرة عليه او حتى عدم التقبل بتاعه. يعني انا مستمرة في التأمل برغم من ان الواقع سلبي جدا او حتى في نوعية من السلبية، فانا متقبلة الواقع ولكن مركزة على التأمل. على فكرة التأمل ده صعب جدا، أنا عن نفسي بجد صعوبة كبيرة في استخدامه أو في الاستمرارية عليه،
لان زي ما قلت لكم ممكن يكون كتير قوي مركز على التفاصيل السلبية او التفاصيل اللي اغلبيتها سلبية، بعكس التفاصيل الايجابية اللي ممكن تكون فيها نسب بسيطة جدا من الحياة. فبالتالي هي دي اللي بتفتح لنا المخارج وبتفتح لنا افاق جديدة من التعامل والفرص. ممكن برضو في التأمل الذهني ده نستخدم حاجات تانية. ممكن مثلا نبقى بنتقبل الواقع بس بنحاول نغير بعض السلوكيات اللي مش عاجبانا في نفسنا. طبعا اغلبيتنا مخطئ، احنا مش ملايكة نازلين من السماء بنشع نور، احنا بشر مخيرين ما بين السلبي والايجابي. ممكن احيانا يندرج للانسان شيء سلبي فبالتالي يمشي عليه فترة، فممكن نستخدم التأمل الذهني ده في التركيز على كل ما هو إيجابي مع الوقت، أو محاولة جذب كل ما هو إيجابي مع الوقت. السؤال رقم 4: كيفية التأمل. التأمل ملهوش كيفية معينة في الجلسة، الملابس، وكل ما هو بنشوفه على اليوتيوب. احنا ممكن نستخدم اي حاجة عندنا، ممكن ما نستخدمش اصلا اي حاجة. انا بعمل التأمل على الارض عادي على البلاط، فاللي انتوا عاوزينه اعملوه، ما تخلوش حد يفرض سيطرته عليكم في موضوع التأمل. فبلاش فرض السيطرة على موضوع النظرية نفسه، يعني بلاش علشان انا هعمل حاجة يبقى فيها قيود. خلوا التأمل عندكم مفتوح، ولكن ممكن الشرط الوحيد اللي هخليكوا تلتزموا بيه هو يبقى في مكان هادئ بعيد عن الناس. على الأقل حاولوا تختاروا الموضوع ده بدقة وبعناية. يعني بلاش تركزوا على الهدوم والملابس، وتركزوا على القعدات والجلسات، وتركزوا برضو على أي قطعة قماش انتوا هتفرشوها على الأرض. بلاش التركيز على النوعية دي، ركزوا على العقل. السؤال ده بقى مهم جدا: مساوئ التأمل. الأشخاص اللي مستمرة في التأمل ممكن يكونوا فاهمين ايه هي مساوئ التأمل لأول مرة. أول حاجة، هو فيه نوعية من الأشخاص ممكن يلاقوا اندفاع فكري جاي عليهم بفرض الفكر والمواقف السلبية اللي جت زمان، أو اندفاع كل الأفكار في الذهن مرة واحدة واحنا بنعمل تأمل. انا عاوزاكم بس تحاولوا ان انتوا تسترخوا قدر الامكان، وما ما تركزوش قوي مع الافكار. سيبوا الافكار تجري كده كانه النهر والميه بتجري فيه بمنتهى السلاسه. مع الوقت الافكار دي هتخف لو ما ركزناش معاها. بلاش التركيز في كل ما هو سيء، علشان نحاول نكتسب على الاقل الايجابي، او على على قد ما نقدر الايجابي. فبالتالي هيبقى فيه مساوئ ولكن احنا لازم نكتشف كيفية التعامل مع المساوئ دي. ما بعد التأمل: كل ما هو خير، منطق، كل ما هو فكر، كل ما هو عقلاني، كل ما هو امان وسلام واطمئنان اكتر هيجي بعد التأمل. حاولوا بس في التأمل انكم تقولوا بعض الأذكار الخفيفة، زي مثلا استغفار، استشعار النعم، أو استشعار إن وقت التأمل بيبقى فيه نور من عند الله نازل من السماء بيغسلكوا كده من جوه، أو على الأقل بيغسل أفكاركم. ما بعد التأمل ده يخلينا حاسين بسلام أكتر، بسلام نفسي، بطمأنينة، باتصال بالله. لو احنا بنقول بعض الأذكار زي ما قلت لكم أثناء التأمل، أو حتى بنستشعر إن في قوة نورانية نازلة من عند الله بتغسلنا وبتنظفنا من جوه. تبتدوا تقيموا نفسكم بعد التأمل ب3 شهور على الأقل. ممكن تقيموا نفسكم بعد بشهر، بس الأفضل إن انتوا تستمروا ل3 شهور. لحد هنا الفيديو هيكون خلص. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه الفتره الجايه في الكونتاكت اللي بقدمه، او تكتبوا اسئله معينه حابين لي اقول لكم ليها اجابات. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.